بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار زياراتنا خارج مكة المكرمة، توجهنا هذا اليوم إلى مدينة الطائف على بعد ما يقرب من 80 أو 90 كيلومتر من مكة المكرمة، لزيارة هذه المدينة التي تعتبر ثاني أقدم مدينة في المملكة العربية السعودية بعد مكة. وزرنا أماكن تاريخية وأثرية كثيرة. من هذه الأماكن التي زرناها هذا المسجد أمامنا في سفح هذا الجبل، وهو مسجد المدهون، ويقال له أيضا مسجد القنطرة. هذا المسجد التاريخي الظاهر أن الدخول إليه متاح في هذه السنة، خلافا للزيارات السابقة حيث كان ذلك غير ممكن. هذا المسجد يعرف بهذه الصومعة الأسطوانية، والتي جعلت كثيرا من المؤرخين يقولون بأن هذا النمط من البناء نمط عباسي، لكن المشهور عن هذا المسجد أنه بني في العصر العثماني. والمسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس الراتبة بشكل رسمي، لكن يصلي فيه الناس. ونحن اليوم صادفنا وقت صلاة العصر، وسنصلي فيه صلاة العصر إن شاء الله تعالى. هذه بعض الغرف الخارجية للمسجد، وهذا هو المسجد من الداخل بمحرابه المجوف في اتجاه القبلة. توجد فيه بعض المصاحف، ويصلي فيه الناس تحية المسجد كما هي العادة عند الدخول إلى المساجد. هذا المسجد لم يثبت حسب علمي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا، لكنه مر قريبا من هنا، يعني بين هذا الشارع، بين هذا المسجد ومسجد آخر في الجهة المقابلة من الشارع، مر النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في كثير من الأحاديث، حيث نزل بالمكان الذي يوجد فيه مسجد الكوع، وهو قريب 200 أو 300 متر من هذا المكان. ومسجد عداس أيضا ليس ببعيد من هذا المكان. إذن فهذه المساجد تشكل جزءا من تاريخنا وجزءا من هويتنا.